الحلبه راها بوتوكس طبيعيه 100%. هي كتحلل بنات زوين. عرفتي واش كيتبان شي بغيونس ولا لا؟ هانتوما البنات كتبان لا بغيونس زوينه بزاف. السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، اليوم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف. بغيت نديرها اليوم للبشره ديالي، وقلت علاش لا ما نشاركها مع صحاباتي ومع المشتركات ديال القناه. ان شاء الله اليوم غادي تعجبكم هذه الوصفه هذه. وقبل ما نبدا معكم الوصفه بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى تشجيعاتكم بالقناه ديال اسماء مغربيه بامريكا. شكرا لكم بزاف، رانا بصح فرحانه. وشكرا على الاشتراكات ديالكم، وصلتوني ل1000 مشترك والحمد لله. هذا من فضلكم ومن فضل الله سبحانه وتعالى. الله يجعل فيا القبول ونكون ان شاء الله عند حسن ظنكم. واليوم ان شاء الله كيف ما قلت لكم، اليوم بغيت ندير معكم هذه الوصفه هذه اللي هي صراحه زوينه وطبيعيه بزاف. هذا الفيديو هذا البنات غادي يعجبكم ومفيد بزاف. هذه الحلبه هذه البنات مفيده بزاف. هانتوما الحلبه حبوب. المهم الحلبه احنا معروفه عندنا بهذا الاسم هذا، اللي هي فيها مواد فيتامينات كثيره وفوائد بزاف على البشره وعلى الصحه وعلى كل شيء. صراحه راه واخا كيكون فيها الريحه، يعني الناس كيبغيو يتفاداو انهم ما ياكلوهاش، ولكن راه فيها فيتامينات زوينه. المهم هاد الحلبه هذه البنات عندها فوائد كثيره على البشره. كتبيض الوجه، كدير توحيد البشره، وكتحيد الا كان شي حبوب، الاثار ديال الحبوب. الى اللي بغات تغلاض ممكن تاكلها او لا تشرب الماء ديالها، كيتفتح الشهيه. وكيكون واحد الغلظ اللي هو طبيعي، يعني ما كاين لا نفاخ ولا سميتو كينات ولا حتى شي حاجه اللي هي غادي تاثر عليك على صحتك. بالنسبه للحلبه راها كيكون عندها واحد الفيتامينات اللي هي طبيعيه. وبالنسبه للوجه البنات، كاينين اللي كيبغيو ينفخوا الوجه ديالهم، يغلظوا يربوا الحنيكات ولا ينفخوا الوجه تيكونوا معظمين. كاينين البنات اللي تيكونوا معظمين في وجه واخا يغلاضوا ولكن الوجه ما تيغلاضش. فهاد الحلبه هذه الا درتوها كقناع للبشره كيساعد على الوجه انه باش ينتفخ وتربيو الحنيكات، وتكون واحد تنشيط الدوره الدمويه. يعني كتكون الحنيكات غوز، تيوليو ناشطه فيهم الحركه الدمويه، وتيوليو الوجه احمر. وكيف ما قلت لكم صحيه بزاف بالنسبه حتى للذات، بالنسبه للغلظ الطبيعي، وبالنسبه للتوحيد ديال البشره، لانها هي مضاده ديال الاكسده. كتبيض الوجه الا كان فيه البقع او الكحوله ديال الشمس او الكحوله ديال السخونيه. هكايا مع الطياب وداك الشيء كيطلع لنا داك الباخ ديال الكوكوط وديال البوطه وهذا، فضروري ما كتخرج لنا الكحوله البنات وكتخرج عندنا الكلف. راه هادشي راه طبيعي، راه ماشي غير حيت نتيا بنت وما توجعتيش وما ولدتيش وما جاكش الكلف وجاك ديال الحباله. راه كاينين حتى البنات اللي كيجيهم الكلف من الشمس ومن الكوزينه وبزاف، حتى البشره ديالتهم كتكون مريضه، كتكون عيانه. واخا يعني كتكوني ما دزتيش من هذوك الظروف ديال انك حملتي وولدتي وداك الشيء اللي كيمرض البشره ديال المراه. كاينين البنات اللي مازال بنات والوجه ديالهم البقع وفيه الاثار ديال الشمس، فضروري البنت او السيده خاصها تهلا في البشره ديالها. واخا تعياي، واخا تفيقي الصباح بكري ويكون عندك الاثار. هانتوما البنات انا عندي الاثار ديال الكحوله تحت العينين ديالي. كندير لهم كريمات، كندير هذوك الكمادات وكل شيء. والانسان خاصو يشبع نعاس. حنا عندنا الوليدات خاصنا نفيقوا معاهم، او الخدمه او التعب نهار كامل، فضروري كيكون عندنا واحد سميتو واحد الظهور ديال التعب على الوجه ديالنا. راه هو المرايه باش تبين لك واش نتيا يعني بخير عليك او لا عيانه. فالتعب كيبان على الوجه ديالنا، كتكون الكحوله تحت العينين او لا فوق العينين، او لا كيكون شاحب، تيكون عيان، كتكون ضاربه فيك الشمس، يا اما مزنقه هذيك التزنيقه ديال الحموره ديال الشمس اللي كترجع بالكحوله، او لا كينوض لك الكلف هنا والكلف هنا. وراه ضروري هادشي اللي عطا الله. اهم حاجه هو اننا حنايا نتفاداو هاد الكحوله هذه ونتهلاو في صحتنا ونتهلاو في وجهنا. واخا اننا كيجينا هادشي حنايا نحاربوه، فهمتونا البنات؟ هادشي راه ضروري منه، غير حنا خصنا نحاربو
ونعالجو كما كتكوني مريضه كتجيك سخانه ولا كتجيك راسك تيضرك ولا رجلك تضرك تديري ليه هاد الدواء. حتى الوجه بحال هكاك خاصنا سميتو نداويوه ونعالجوه ونديروا ليه الوقايه اللي هي ضروريه. فاليوم ان شاء الله انا غادي ندير، قلت غادي نبدا هاد القناع ديال الحلبه، حيت انايا شويه ضعفيت بزاف بالريجيم اللي دايره ديال السكري. الوجه ديالي حتى هو بان عليه الضعف بزاف بزاف. البنات انا غادي نقدر نحط لكم هنا شي تصويره الا لقيتها، رانا غادي نحطها لكم وتشوفوني كيفاش كنت قبل ملي كنت غليظه شويه. الوجه كان تبارك الله عامر، ولكن مع النقص ديال السكري وداكشي اللي كندير الريجيم ديالو بان شويه ديال الضعف، يعني الحنيكات مشاو، هنايا الدخول. المهم الحمد لله كلشي مزيان، حتى هكايا كيبان ليا مزيان. ولكن ضروري كنبغي انا ديك الوجيه هكا الحنيكات يكونوا شويه عامرين. وهذا قلت غادي ندير هاد الحلبه هادي. والبنات راه الحلبه راه كتعالج حتى التجاعيد والتقدم في السن، بالخصوص التقدم في السن المبكر. راه الا كنا كنديروا بحال هاد الاقنعه هادي على بكري، يعني قبل ما توصلي ل 40 عام 50 عام، راه الا كنتي كديريها من قبل راه الفوائد ديالها كترجع عليك، يعني تيكون واحد التقدم في السن تيكون متاخر. فهمتوني؟ يعني ما كيبانش داك التجاعيد كثيره وداك الكماش وداك الشيء ما تيبانش على بكري. راه كاينين بنات اللي باقيين صغارات وكيبان عليهم تقدم السن، يعني داك التجاعيد الخفيفه كتبان هنايا في الجبهه، جهه العينين هنايا، يعني كيبان داكشي بزاف بزاف. يعني راه كتشوفيها هكا قريبه لك راه كتخلعي منها، كتقولي راه الوجه ديالها راه ماشي هو ديال السن ديالها، وانت راه عارفه، كتكوني عارفه شحال عندها في عمرها. كتقولي هاد 30 عام ولا هاد 26 عام راه ماشي ديال هاد الوجه، راه تيكون فرق كبير. المهم البنات العنايه والوقايه خير من العلاج، واحسن حاجه هي اننا نوقيو راسنا بحال هكايا. البشره ديالنا دائما تكون مرطبه ودائما نقيه ودائما نتهلاو فيها، واخا نميكو عليها يومين 3 ايام ولكن نرجعوا نتهلاو في البشره ديالنا. وبالنسبه للبنات المرطبات ديال الوجه، واحد الاخت متتبعه قالت لي ضروري بن اختي عطي لي واحد الكريم اللي تيكون مرطب او لا كريمات مرطبه للوجه. اختي انا راه كنستعمل الاغلبيه ودائما كنستعمل هذا ديال الكولاجين، هذا ديال الكولاجين لوريال ديال الكولاجين، هذا مرطب وزوين بزاف. كنديرو كل نهار في الليل، وكنديرو بعض المرات حتى بنهار الا كنت ما خارجاش كنديرو حتى بنهار. وعندي هذا ديال لوريال، هذا ديال العينين، كنديرو هنايا ديال العينين، حتى هذا مرطب. بالنسبه اختي كان هادو بالنسبه للكريمات. وبالنسبه للكريم ديال النهار اللي دائما كنستعملو من سنين واعوام البنات، وانا كنستعمل هذا ملي كنت في المغرب، هذا ديال الالوي فيرا، هذا سان سكرين اولا الواقي ديال الشمس ديال الالوي فيرا، زوين بزاف صراحه، رائع. كنديرو وحنا راه عندنا دائما الشمس، دائما الحراره، دائما السخونيه في هذه فلوريدا. الجو ديالها جاف والجو ديالها فيه رطوبه وفيه الجفاف صراحه، لان الشمس حاره والبحر. فهاد القناع، هاد السان سكرين الواقي ديال الشمس رائع، ديال الالوي فيرا فوريفر، ديال فوريفر. بالنسبه للناس هنايا اللي في امريكا راه ممكن تشريوه اونلاين او لا تشوفوا السيده اللي كتعامل مع هذه الشركه راه هي تبيعوا لكم. في المغرب البنات راه هما موجودين الناس اللي كيتعاملوا مع شركه فوريفر. بالنسبه للبنات هاد الكريمات، الناس اللي في المغرب راه مني مشيت المغرب راه لقيتو كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى، لي غران سورفاس كما تيقولوا. المهم بالنسبه للبنات بغيتو ديروا شي حاجه طبيعيه للوجه ديال الترطيب، كندير انايا هاد الزيت ديال اللوز مره ماشي دائما صراحه، مره وكنديرو في الليل. كندير البنات زيت ارغان مره وفي الليل. وضروري ملي ديري زيت ارغان في الليل ضروري لا غدلي غسلي وجهك مزيان. بالنسبه للبنات الاقنعه اللي كندير ديال الترطيب، كندير البنات لافوكا، كنصيب القناع ديال لافوكا وكنديروا البشره ديالي واعر بزاف. لافوكا راها فيها بزاف ديال الفيتامينات سواء للشعر سواء للبشره ديال الترطيب. راه اللي بغات دير كيراتين شعرها طبيعي لافوكا. ان شاء الله الا بغيتو رانا نشارك معكم هاد الاقنعه هادو، نشاركها معكم ان شاء الله. مادام الاخت طلبت ليا شي حاجه ديال ترطيب الوجه فان شاء الله غنشاركها معكم في الفيديوهات الجايه. وحتى البنان
حتى هو راه كنديروا للبشره ديالي زوين بزاف بزاف، مرطب للبشره وزوين، حتى هو راه مضاد للاكسده، يعني راه كيبيض. الحلبه خديتها طحنتها، ها نتوما البنات، طحنت الحلبه. الى عندكم شي عطار كتعرفوه اولا كتشريو الحلبه مطحونه مقاده مصيبه عارفينها نقيه، شريوها من الاحسن. الى طحنتوها في الدار غربلوها، ديروها في الصفايه وغربلوها. غادي نستعمل معاها البنات الحليب غير بشويه بشويه، حيت هي راه كتنشف، غادي تبقى تشرب لينا الحليب، غادي تنشف. حنا خصنا واحد الخليط اللي داير بحال قناع بوماده. صافي، المهم ديروا طحنوا واحد الكميه اولا شريوها كما قلت لكم واجده، وكل نهار ديروها. نخلطها ونخليها ترتاح واحد شويه، عاد غادي نحطها على البشره ديالي. الا بغيتوا البنات ديروا غير الزيت ديال الحلبه، الزيت ديال الحلبه في عوض ما تبغيوش ديروا هذا القناع، ما يكونش عندكم الوقت تبقاو تصايبوا في الحلبه وتخلطوها، شريو الزيت ديال الحلبه اللي تكون زوينه ويعني 100% حلبه، وبقاو دهنوها للبشره ديالكم، سواء للتجاعيد او لتوحيد اللون او حتى سميتو تغلظي وجهك شويه، تربي الحنيكات وشويه ديال اللحم هنايا. المهم دابا غادي ندهن هذا القناع هذا، دهنيه بالشيته ولا بالقطن ولا اللي بغيتي. ان شاء الله غادي نديروه هنايا مزيان، لان هنايا عندي شويه ديال السمرار. هي راه معالجه البنات، معالجه زوينه بزاف. صافي البنات، غادي نحط القناع ديال الحلبه ونرجع معاكم. شوفوا دهنتها مزيان لوجهي. غادي نبقى البنات هكذايا ربع ساعه 15 دقيقه حتى تنشف، عاد نغسل البشره ديالي. ولا بغيتو دهنوها هكا بالماء الورد، ماء الورد طبيعي. صافي، وديروا الكريم ديالكم ديال النهار اولا ديال الليل. بالنسبه لهذا القناع البنات اللي الا بغيتو تستافدوا منه اكثر، يوميا عندكم شي وقيت ديروه. الا بغيتو ديروا غير الزيت ديال الحلبه، ديروا غير زيت الحلبه، راه حتى هي مفيده، غير هي تكون اصليه، يعني الزيت اصليه ديال الحلبه مخلطه بوالو. هادشي اللي كاين البنات. دابا نخليه ينشف وعاد نغسلو، وهانتوما معايا بنات. هانتوما كيف كتشوفوا راه ما بقيتش قادره نهضر بزاف، حيت الحلبه صافي جمعات ليا اللحم. المهم دابا غادي نغسلو، دازت 15 دقيقه. غادي نغسل البشره ديالي بالماء دافي، نغسلو عادي، راه دغيا كتحيد. هما البنات ها دغيا كتحيد. صافي البنات، هانتوما واحد السخونيه في الوجه زوينه، واحد الرطوبه من داكشي، الحمد لله. هانتوما البنات زوين. عرفتي واش كيتبان شي بغيونس ولا لا؟ هانتوما البنات كتبان لا بغيونس زوينه بزاف. دابا صافي غادي ندير ليه المورد، غير المورد، ما ندير لا كريم لا والو. انا دابا جالسه غير في الدار، ندير المورد صافي ونخلي البشره ديالتي ترتاح. هانتوما البنات كيف ما قلت لكم راه كتعطي نتيجه زوينه بزاف. دابا صافي، دابا غير مع الكاميرا ما باينش مزيان، اما راه الوجه والله العظيم الا تيتنقى وكيتصفى وكيرطاب،
ان شاء الله غادي نبقى نديرها تقريبا يوميا حتى تعطي لي نتيجه ان شاء الله. عاد نبقى نقصها لانها اصلا فيها فيتامينات، يعني واخا ديرها غير 2 مرات في السيمانه راها مزيانه. الحلبه راها بوتوكس طبيعيه 100% ان شاء الله، وطبيعيه كما قلت لكم. واليوم اختي تهليت في البشره ديالي، سبقتها على الغداء وعطيت وقت لراسي واحد نص ساعه هكذايا، درت فيها هذا القناع شاركته معاكم، ومازال ان شاء الله بزاف ديال الوصفات غادي نشاركها معاكم. وخليتكم على خير. دابا غادي نمشي اختي نرد غدايا، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي ان شاء الله. يلا مع السلامه حبيبي.